الفيديو ده بقاله اكتر من شهرين بتجهز له، وده ليه؟ عشان انا عايز اقول لك معلومه تخرج من الفيديو ده مستفيد وحاسم قرارك ومش محتاج تتفرج على اي فيديو تاني، لان بجد المعلومات اللي هتتقال هنا مش هتلاقيها في اي حته تانيه. وخلينا متفقين من البدايه كده ان الاي 57 كده افضل من الاي 56. مفيش جهاز جديد وانت متوقع ان الجيل الاقدم هيبقى افضل منه، بس الفكره هنا هو افضل بمقدار قد ايه. هل الفرق ما بينهم كبير والاي 57 يستحق، ولا في اجهزه تانيه افضل شبه مثلا السامسونج اس 25 اف اي؟ فلو كملت للاخر صدقني كل الاسئله اللي في دماغك هتلاقيه متجاوب عليها. ولكن قبل ما نبدا يا ريت تتاكد انك عامل لايك، ولو عامل سبسكرايب الغي الاشتراك وارجع اشترك تاني، لان يوتيوب عامل شويه تحديثات واللايك بتاعك ده بيفرق جدا. وعشان اثبت لك ان انا مش جاي اضيع وقتك في الفاضي، انا احمد السيد ويلا بينا نبدا. واول حاجه هنبدا بيها هي الاداء. وزي ما انت اكيد عارف السامسونج اس 56 بيجي بمعالج من اكزينوس ال 1580. ده معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مع المعالج الرسومي الاكس كليبس 540. في الاي 57 نقلنا للجيل الجديد الاكزينوس 1680 اللي معماريه تصنيع 4 نانومتر برضه ومع معالج رسومي اكس كليبس 550. الفرق ما بين المعالجين دول في المواقع اللي بتقيس اختبارات الاداء شبه انتوتو، بنش مارك، وايلد لايف اكستريم بيكون تقريبا من 10 ل 12%. اي نعم مش الفرق الكبير قوي، والفرق ده طبعا بيكون لصالح الاي 57. بس هتيجي انت تسالني دلوقتي هل الفرق ده مترجم لحاجه واقعيه في الاستخدام اليومي وتجربه الالعاب؟ هقول لك ان الاثنين في لعبه شبه ببجي بيلعبوا على سموز واكستريم، بمعنى ان هم 60 فريم هم الاثنين. واللي بالمناسبه اغلب المنافسين في الفئه دي دلوقتي بيجيبوا معالج من شركه كوالكوم السناب دراجون 7 جين 4. المعالج ده في كل الاجهزه الصينيه اللي بيجي فيها بيلعب ببجي على 90 فريم. والمفاجاه هنا ان ال 1680 اللي في الاي 57 اقوى برضه من المعالج ده، بس العيب في معالجات اكزينوس نفسها المطورين مش بيدعموها، فهتلاقي ان هو بيلعب على 60 فريم وبيديك فيها متوسط فريمات 59 فريم و4 من 10 بالمقارنه مع الاي 56 اللي بيلعب فيها على 59 فريم، ويعتبر مفيش فرق ما بينهم في ببجي. وفي لعبه موبايل ليجند وقت مستقطع هنا كده عشان كان لازم اقول لك على حاجه. النهارده بالظبط 10/6 وفي تحديث بالفعل نزل لاجهزه سامسونج اي 57، وفي بعض الاجهزه منهم بقت بتلعب على 90 فريم. هتلاقي ان الاي 56 بيلعب على اعدادات الترا و120 فريم وبيديك فيها متوسط فريمات 109 فريم. والمفاجاه هنا ان الاي 57 بيديك فيها متوسط فريمات 86 فريم، وده راجع لمعالجات اكزينوس. يعني ممكن لما يجي له تحديث هتلاقي برضه انه بيلعب في حته ال 110 فريم 115 فريم وكده. اما بقى في كول اوف ديوتي فالاثنين يقدروا يلعبوا فيها على اعدادات 120 فريم، بس حاليا هم شغالين على 60 فريم بس. واللي هتلاقي فيها الاي 56 بيديك متوسط فريمات 59 فريم و6 من 10 بالمقارنه مع الاي 57 اللي بيديك فيها متوسط فريمات 58 فريم. وفي لعبه كار اكس هتلاقي الاي 56 بيديك متوسط 42 فريم يقابلهم 45 فريم من الاي 57. وفي جنشن امباكت معشوقه الجماهير هتلاقي الاي 56 بيديك فيها متوسط فريمات حوالي 39 فريم بالمقارنه مع الاي 57 اللي بيديك فيها متوسط فريمات 47 فريم. فالفرق مش كبير ومش واو قوي ما بينهم، هو كل الحكايه سكه 5 ل 10 فريم زياده لصالح الاي 57. بس هل ده يقابله استهلاك طاقه وحراره اكتر؟ الجزئيه دي مش مهمه بس هنتكلم عليها دلوقتي. انت عارف ايه المهم؟ انك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب. بس طبعا تجربه الاداء دي ما بتكملش غير بالواجهه بتاعه الجهاز. وحاليا الاي 56 يترقى لاحدث واجهه من سامسونج وهي الوان يو اي 8.5، ودي نفس الواجهه اللي نازل بيها الاي 57 اول ما تفتحه من العلبه. وسامسونج في الجهازين كانت وعداك ب6 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت، وده اعلى رقم عن باقي المنافسين. بس هيكون في فرق ما بينهم سنه من سنين التحديثات، لان طبعا شبه ما انت عارف الاي 56 اقدم فكان نازل بنظام تشغيل اندرويد 15. الاي 56 نازل جديد بالعلبه بتاعته بنظام تشغيل الاندرويد 16. ومزايا الاي اي اللي موجوده في الاي 57 هياها الموجوده في الاي 56. بس دي مش كل مزايا اي اي اللي سامسونج بتدعمها، لان سامسونج عندها حركه غريبه كده حاصره بعض المزايا لعيله الاس، للعيله الفلاج شيب بتاعتها. مفيش شركه تانية عامه بتعمل كده. وميزه شبه الاي اي بيست فيس اللي بتفيدك في التصوير موجوده فيهم هما الاثنين. ونتكلم عن درجات الحراره، سامسونج قالت ان هي كبرت حجم غرفه التبريد 13% عن الاي 56، وده بالفعل اللي بنشوفه في الصوره دي. بس ده يعتبر ما اداش لاي فرق، لان يعتبر درجات الحراره واحد فيهم. واعلى درجه حراره وصل لها الاي 56 كانت 47 درجه، وكانت متركزه على المعالج والفريم المعدني بتاع الجهاز. وكان برضو نفس الكلام موجود في الاي 57، وده اللي يجاوبك على سؤال الحراره. اما بقى سؤال البطاريه فسامسونج عامله حاجه في شاشه الاي 57 لسه هكلمك عنها قدام، بتقول ان هي بتدي نقاء اكتر للشاشه وفوق كده بتوفر في البطاريه اكتر. فخليك مركز معايا. الاثنين بيجوا ببطاريه بنفس السعه وبنفس سرعه الشحن ال 5000 ملي امبير مع قدره شحن بتوصل ل 45 واط، وبالمقارنه مع المنافسين دي يعتبر
يعتبر الحاجه الستاندرد في الفئه دلوقتي، ويعتبر اقل حاجه برضه، لان اقل منافس فيهم بيديك بطاريه 5000 ملي امبير، وسرعات شحن بقى في الشركات الصينيه زي ما تقول. والبطاريه دي عشان تشحن من 0 ل 100% في الاي 56 بتاخد وقت ساعه و15 دقيقه، وفي الاي 57 ساعه و17 دقيقه، فيعتبر مفيش فرق في سرعه الشحن. اما في الاستهلاك في الالعاب، ففي لعبه اسفلت ليجن او اسفلت 9 هتلاقي ان الاي 56 استهلك من بطاريته 16% قصاد 12% من الاي 57، وفي كول اوف ديوتي كان استهلك الاي 56 15% قصاد 14% من الاي 57، وفي وايلد ريف استهلكوا هما الاثنين 16%، وفي جنشن امباكت استهلك الاي 57 16% من البطاريه قصاد 15% من الاي 56. فالدنيا متقاربه ما بينهم، بس برضه في فرق بسيط لصالح الاي 57. اما بقى في الاستخدام اليومي شبه اليوتيوب مثلا، هتلاقي ان الاي 57 استهلك 5% قصاد 9% للاي 56، وفي البراوزنج العادي شبه الفيسبوك والتيك توك والكلام ده استهلكوا هما الاثنين 10%. اما في تصوير فيديو 4K استهلك الاي 57 17% من البطاريه قصاد 16% من الاي 56. فنقدر نقول ان الاي 57 موفر في البطاريه حاجه بسيطه عن الاي 56، او عامه يعني بيديك عمر بطاريه اطول بتوصل لحد 14 ساعه قصاد 12 ساعه من الاي 56. بس في حاجه هنا انا مش فاهمها، على موقع GSM Arena قايلين ان بطاريه الاي 57 بتقعد لحد 1200 دوره شحن. الغريب هنا بقى هو بطاريه الاي 56 اللي بتقعد لحد 2000 دوره شحن، والفكره ان هما بطاريات ليثيوم مش سيليكون بوليمر شبه باقي المنافسين، فانا مش فاهم الفرق ده جاي منين. يا ريت لو حد عارف يكتب لي في الكومنت، لان ده حاجه مش منطقيه. وانا عارف انك قاعد مستني تجربه الكاميرات، بس تعالى اما اقول لك جزئيه الشاشه اللي قلت لك عليها، لان الجهازين هما مش تقريبا، هما حرفيا بيجوا بنفس الشاشه، بس مش نفس البانل شبه ما حصل مع الاي 55. يعني حجم الشاشات اللي هنا هو 6.7 انش بابعاد 1080 في 2340 بكسل، ومعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش، ومعدل سطوع بيوصل ل 1200 نتس و1900 نتس بيك برايتنس تحت اشعه الشمس، وداعمين للاتش دار 10 بلس، ومعدل ريفريش ريت بيوصل لحد 120 هرتز. وصدقني ده اقل شاشه موجوده حاليا قصاد المنافسين في الفئه دي. اي نعم الشاشه من سامسونج بس ارقامها متواضعه جدا. الفرق هنا بقى ان سامسونج بتقول على شاشه الاي 56 من نوع سوبر اموليد، بينما بتقول على شاشه الاي 57 سوبر اموليد بلس. وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، البلس دي بتقول لك ان هم غيروا رصه البكسلات نفسها، فتحس ان المحتوى اللي معروض على شاشه الاي 57 اوضح بالرغم من عدد كثافه البكسلات القليل، واللون اسطع، وبيديك توفير في البطاريه اكتر. وحته توفير البطاريه ده اي نعم اللي شفناه متحقق في مقارنه البطاريات. اما بقى في مقارنه الالوان، انا شفت ان الوان شاشه الاي 57 اغمق سنه من شاشه الاي 56، وتحس ان هي بتديك واقعيه في الالوان اكتر. يعني الحته دي مش هتفهمها غير لما تشوفها، بس المهم الفكره وصلتك. وطبعا موجود على الشاشه دي اعلى طبقه حمايه الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، وبالمناسبه الفريم اللي في الجهازين من المعدن وظهر من الازاز، وفيهم شهاده مقاومه للميه في الاي 57 الاي بي 68 اللي بتسمح ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق 1.5 متر لمده نص ساعه تحت الميه، والاي بي 67 اللي موجوده في الاي 56 ودي بتسمح ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق متر بس لمده نص ساعه تحت الميه. ومننا اتكلمنا عن خامات التصنيع، فانت طبعا شايف ان الاي 57 ارفع واخف من الوزن عن الاي 56، ومش هنتطرق للنقطه دي قوي لاننا اتكلمنا عنها في فيديوهين قبل كده. وعلى الرغم من ان هما الاثنين بيجوا بنفس نوع الذاكره اليو اف اس 3.1، الا ان ارقام الاي 57 في سرعه الذاكره اعلى شويه من الاي 56، وده اللي بيكون متوافق مع جهاز اسرع من حيث نقل البيانات وتوافق المكونات الداخليه مع المعالج، فنقل البيانات بيكون اسرع، وكمان لما تعمل داونلود لحاجه بتكون اسرع في الاي 57. وده اللي ياخدنا لنقطه سرعه الشبكات، واللي كانت متحسنه برضو شويه في الاي 57، والاتنين بيجوا بسماعات ستيريو. وتعالى اما نشوف تجربه الصوت. اما بقى تجربه الكاميرات، فانا هلخص لك الفروقات اللي ما بينهم لان هي مش محتاجه اننا نحكي فيها كتير. ومبدئيا كده هما الاثنين بيجوا بنفس السيت اب المكون من 3 كاميرات، الاساسيه منهم دقتها 50 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 1.8، والثانيه دي 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 ودي الالترا وايد، والثالثه 5 ميجا بكسل للمايكرو. ولما تيجي تبص على تجربه الكاميرات جنب بعض، انت في معظم الظروف مش هتلاحظ ان في اي فرق ما بينهم، لا فرق في طريقه المعالجه ولا فرق في الالوان ولا اي حاجه، غير يمكن في بعض الصور هتحس ان الاي 57 بيديك الوان
فايبرنت سنه شويه عن الوان الاي 56، وده مش بيكون في معظم الظروف. بس الحاجات اللي كانت وحشه في الاي 56 متحسنه في الاي 57. زي ايه مثلا؟ زي الفليرنج اللي كان بيبقى موجود في بعض الصور، انك تحس ان الصوره ضبابيه مش هتلاقيها موجوده في تصوير الاي 57. وكمان السيطره على المناطق اللاسعه في الصور والاتش دي ار بيكون افضل شويه في الاي 57 في بعض الصور، مش كلها، لان في معظم الاحيان بيديلك هما الاثنين نفس النتيجه. بس اللي خدت بالي منه بقى ان الكاميرا السيلفي في الاي 56 افضل من الاي 57، ودي حاجه غريبه لان هما برضو بيجوا بنفس العدسه ال 12 ميجا بكسل اللي موجوده في الجهازين. بس كانت تفاصيل ودقه وطريقه معالجه الكاميرا السيلفي في الاي 56 افضل. والمميز في الجهازين ان هما بيقدروا يصوروا 4K على 30 فريم في الثانيه، وطريقه المعالجه ما بينهم بالنهار تقريبا بتكون واحد. والتصوير الليلي بالجهازين النويز بقت اقل شويه في الاي 57 ووضوحها اكتر حاجه بسيطه، غير النويز اللي كانت موجوده في الاي 56. والالوان كنت تحسها باهته شويه في التصوير الليلي، والكلام ده برضو بينطبق على تصوير الفيديو الليلي. وحاجه كمان قلتها لك في الفيديو اللي فات، الدبل ريكوردنج ما كانش موجود في الاي 57، يعني كان ان هو ما بيعرفش يصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه سوا. حاليا اصبح الكلام ده موجود عادي، وشبه ما قلت لك في الكومنتات كانت الميزه دي مخفيه. لما جه تحديث حلوا المشكله دي. ودي كده كانت كل تجربه الكاميرات، واللي هتاخد بالك منها ان مفيش تطور كبير قوي عن الاي 56. اي نعم في تطور بس مش فرق كبير، مش فرق واو خالص. لازم بقى نتكلم عن اهم فرق ما بينهم وهو السعر. النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام من الاي 56 في السعوديه كانت عامله 1555 ريال، ونفس النسخه من الاي 56 عامله 1400 ريال، يعني فرق 150 ريال بس. اما بقى على جرير السعوديه كانت النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام كانت عامله 1430 ريال، وال 256 مع 12 مش مع 8 كانت عامله 1600 ريال. فحاليا النسخه دي على نون سعرها افضل، لان لو تفتكر الفيديو اللي فات كان سعرها على جرير افضل من على نون، فدي حاجه حابب اوضحها لك. اما بقى نسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام من الاي 57 في الامارات كانت عامله 1550 درهم، يعني تقريبا نفس السعر بالريال في السعوديه، وبكده يكون نسخه الاي 57 في الامارات اغلى من السعوديه. ونفس النسخه من الاي 56 عامله 1220 درهم، وده سعر كويس قوي في الامارات غير سعر الاي 57. اما في مصر فسعر النسخه دي الموجوده من الاي 57 وبتتباع باقل سعر حاليا دلوقتي على نون ب 26800 جنيه، وموجوده على امازون بسعر 27000. الفرق ما بينهم حركه 200 جنيه 250 جنيه. وسعر نسخه الاي 56 حاليا بس ال 12 جيجا رام مش 8 جيجا رام، ال 12 جيجا رام عامله حاليا 25000 جنيه، ومش موجوده النسخه دي على نون. فحاليا فرق الاسعار في مصر في رينج ال 5000 جنيه او اقل، ما بيعديش، وده اللي بيخلي الاي 57 صفقه كويسه، يعني سعره اقل من الاوبو رينو 15 مثلا. بس ما ننساش ان الاوبو رينو 15 فيه العدسه التليفوتو، وانا من وجهه نظري التطورات كانت بسيطه في الاي 57. سامسونج ما عملتش النقله النوعيه اللي هي، بس حته حواف الشاشه والوزن الجديد. ومش هكلمك عن الاداء ولا الكاميرات ولا البطاريه، لان احنا شفنا ان هم متقاربين جدا، فالجهازين ادائهم متقارب من بعض. بس لو عايز تعرف الافضل، الاي 57 افضل في شويه حاجات. الاي 56 مش متفوق عليه غير في الكاميرا السيلفي بس. فانا حابب اعرف في اخر الفيديو كده انت هتختار ايه، واستريحت لانهي جهاز اكتر، ويا ترى كنت متوقع ان الفروقات ما بينهم تكون بالبساطه دي ولا لا. يلا بقى ما تنسانيش بقى من الشير، لايك، كومنت، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.